مدخله بابه. المدخل الأول الغفلة. الغفلة يعني إيه؟ الغفلة هو أن تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه. غفلت عنه ليه؟ لأنك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك. إيه يعني في بؤرة شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة. إياك أن تظن إن في عقل بيستقبل المعلومات ويفهمها من مرة، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من 3 مرات، وفي عقل من 4، وفي عقل من 20. هو العقل زي الفوتوغرافيا يستقبل المعلومة مرة واحدة، ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها. إن كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة، اخلي ذهنك من غيرها. لازم المعنى الأول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك إيه؟ دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور. يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. انت لما تيجي تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لازم خليت من مين؟ من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني راحت بؤرة الشعور، ودي مرت كده زي المنظر ما بنشوف، دي تمر كده وتمر. ان فضلت في البؤرة تيجي المعلومة الجديدة تجد البؤرة مشغولة، تبقى غفلة عنها ما تعرفهاش. ولذلك قلنا ان اللي عايز يبقى يستقبل المعلومة مرة واحدة، ساعة ما بيكون بصدد حاجة ينفض ذهنه من الشيء الآخر. انت بتذاكر وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهارده، طب هتروح فين بعد ما تخلص مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. انشغلت ذهنك بحاجة وانت بتذاكر، الحتة اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومة جديدة تروح، تقوم تضطر ايه تعيد ثاني علشان تصادف كل جزئية بؤرة شعور خالية. ذلك ضربنا مرة مثلا للتلميذ. التلميذ ما ذاكرش ثم ذهب إلى الامتحان، فقابله أصدقائه وقالوا له أنت ذاكرت؟ يقول والله أنا ما ذاكرتش. يقول له طب ده خايف، ده الحتة الفلانية هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا، لأن الناس قالوا لنا مش عارف بأي وسيلة يعني. يقوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب وهو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقعد ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه. يعمل ايه؟ يروح نص زي ما عرفه. ده ما فيش، ده ما قروش الا مره واحده. قال لك لان دي مش مره بقى، لانها فرصه. مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه ومش عارف هو فيه ولا في ايه، تبقى هي مره واحده. يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مده ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر. ما هي دي بقى طلاقه القدره، مش في ان الاسباب هي الفاعله. واحد طفحان الدم في المذاكره وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له ليه يروح ماسك الكتاب يروح الله. ايه المساله دي؟ تبقى دي طلاقه الايه؟ علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعله في كل ايه؟ هي الفاعله في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه؟ فوق الاسباب مسبب. فساعه العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومه غيرها. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عمليه اسمها في علم النفس عمليه الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضيه امسك صفحه وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسال نفسك عن اللي قريته في الصفحه دي ايه، وبعد ما تخلص الصفحه اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحه دي، ما هي المعلومات الجديده التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحه وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ فانت لما تعمل نفسك انك هتسال نفسك الاسئله دي، تقوم ساعه وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسال.